السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نهاية فصل الصيف، اليوم جبت لكم طريقة للتخلص من كل آثار الحروق اللي تخليها لنا الشمس باستخدام الطماطم. مقشر للطماطم من فوائده توحيد لون البشرة ومظهرها، تقليل حروق الشمس يعني تقلل لنا من الحروق، أيضا تقلل الطماطم من خطر الإصابة بسرطان الجلد، ترطب البشرة يعني تعطي ترطيب رائع للبشرة. لهذا ينصح باستخدام عصير الطماطم لتنظيف البشرة. كذلك عندها فوائد كثيرة، منها التقليل من الإصابة بالتجاعيد يعني تقلل لنا التجاعيد، وفوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى. لهذا ننصح باستخدام الطماطم كمقشر وكذلك كقناع. هخلي لكم ان شاء الله او ندير لكم ان شاء الله فيديو كيفاش نخدموها قناع. الطماطم اذا كما ذكرنا انها عندها فوائد كبيره للبشره، ولا بد علينا انه نستخدموها بما انها طبيعيه للبشره. طريقه استخدام هذا المقشر سهله، هي انه نمسكوا حبه طماطم كما تشوفوا، نقوم ببرشها في المبشره، يعني راح نتحصلوا هنا على طماطم مبشوره بهذا الشكل، يعني حبه صغيره يعني راح تكفيكم وتلبي الغرض. كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه نقوم بهذه العمليه. من المستحسن انكم تبرشوها في المبشره يعني اللي تكون رقيقه باش تساعدكم في عمل المقشر، وكذلك في اخذ يعني عصير الطماطم لاستخدام كريمه. راح نحط لكم ان شاء الله فيديو حول استخدامه ككريمه. في هذه المرحله انا راح نصفي الطماطم تاعي، يعني راح نلحي اللب من جهه على جهه ومن ناحيه عصير الطماطم، لانه اللب راح نستعمله كمقشر والماء او عصير الطماطم نستخدمه ككريمه بهذه الطريقه. هنا في هذه المرحله بعد ما نصفيها نحطه في اناء اخر بهذا الشكل. المكون الثاني اللي نحتاجوه باش نتحصلوا على هذا المقشر هو السكر. نحتاجو ملعقتين من السكر ونخلطه بملعقة خشبية بهذا الشكل. بالنسبة للمقشر نستعملوه أول مرة كتجربة، يعني نجربوه في مكان معين من البشرة تاعنا نشوفوا هل عندنا حساسية ضد الطماطم ولا لا، وبعدها نديروه على الوجه مدة 20 دقيقة مع الفرك بشكل دائري بهذا الشكل. انا حنجربه على يدي ونوري لكم يعني طريقه. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، جربوا هذا المقشر لانه حقيقه يستاهل التجربه. انتظروا الجزء الثاني لاستخدام الكريمه. سلام.